في واحدة من أكثر القصص الإنسانية المؤثرة على اليوتيوب الجزائري، خرجت أم عبد النور صاحبة القناة الشهيرة التي تجاوزت 2 مليون مشترك في فيديو مؤلم أبكى العديد من متابعيها، وهي تروي كيف فقدت قناتها التي كانت تمثل مصدر رزقها الوحيد. قناة أم عبد النور لم تكن مجرد قناة طبخ وتدابير منزلية، بل كانت ثمرة سنوات من التعب والإبداع والمثابرة. بفضل محتواها البسيط والمفيد، استطاعت أن تدخل بيوت الجزائريين بحب واحترام، وتصبح واحدة من أبرز صانعات المحتوى في مجال الطبخ. لكن الصدمة كانت قاسية حين كشفت أم عبد النور أن أقرب الناس إليها، شريك حياتها الذي شاركته هموم الدنيا، قام بالاستيلاء على القناة قبل أن يقوم بمسحها نهائيا من منصة اليوتيوب. يمحو في لحظات سنوات من الجهد ومئات الملايين من المشاهدات. كل ذلك حدث وسط أزمة عائلية خانقة دفعتها للعودة إلى بيت أهلها وهي حامل، تنتظر مولودها الجديد وتعيش تحت ضغط نفسي ومادي كبير. في لحظة ضعف ودموع صادقة، ناشدت أم عبد النور متابعيها ومحبيها أن يقفوا إلى جانبها ويدعموها لإعادة بناء قناتها من جديد. ومنذ ذلك الحين انطلقت حملة تضامن واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعمها، حيث دعا الآلاف إلى الاشتراك في قناتها الجديدة ومساعدتها على الوصول إلى 1 مليون مشترك في أسرع وقت. بعض النشطاء طلبوا المختصين في مجال الأمن السيبراني بمحاولة استرجاع القناة الأصلية. آخرون ركزوا على دعمها معنويا وماديا، معتبرين ما حدث طعنة غدر لا تغتفر. ورغم كل ما مرت به، ما زالت أم عبد النور صامدة ومتفائلة، تردد دائما: أنا مؤمنة أن الله لا يضيع تعب أحد، وسأعود أقوى بإذن الله. إننا في هذه الحملة التضامنية ندعو الجميع إلى الوقوف معها ودعمها بالاشتراك في قناتها الجديدة ومشاركة الرابط مع الأصدقاء والمجموعات حتى تستعيد مكانتها التي تستحقها. رابط قناة أم عبد النور الجديدة في اليوتيوب في أول تعليق على الفيديو.